لما كاوتش عربيتك يتخرم وتروح تلحمه، ما دام الكاوتش اتفك من الجنط يبقى لازم يتعمل له ترصيص. ولو سالت الراجل يعني ايه ترصيص، هيقول لك عشان العجله ما تعملش معاك رجه في الدركسيون. بس طبعا مش هشرح لك الكلام اللي انا هقوله لك ده. كمل بقى معايا الفيديو وانا هقول لك يعني ايه ترصيص وبيتعمل ازاي وليه. بما ان كاوتش العربيه بيلف على عدد لفات عالي خصوصا وانت على سرعه، فلازم يكون توزيع وزن الكاوتش متساوي تماما على قطر العجله. ولو في حته من الكاوتش فيها وزن زياده حتى لو 5 جرام بس، الوزن ده مع سرعه الدوران هيتضاعف وهيعمل قوه طرد مركزيه في اتجاه معين مع دوران العجله، وقوه الطرد دي هتعمل معاك رجه. وبما ان تصنيع الكاوتش بيتم بمواد كتير متداخله مع بعض، فيبقى صعب جدا تعمل توزيع الوزن متساوي على قطر العجله كلها. ونفس الكلام بالظبط موجود في الجنط الحديدي اللي الكاوتش بيركب عليه، برضه توزيع الوزن فيه مش متساوي على قطر الجنط كله، ودايما كده هتلاقي فيه حته زياده 10 او 15 جرام، والحته دي بتعمل قوه طرد مركزيه مع دوران العجله، فبيبقى لازم تحط قصادها وزن الناحيه الثانيه عشان يلغي الوزن اللي موجود ده. فمع سرعه الدوران تلاقي وزن بيرمي في اتجاه والوزن الثاني بيرمي عكسه، فالاثنين يلغوا بعض. ومن هنا جت فكره الترصيص، اللي هي بالمناسبه جايه من معدن الرصاص، وده المعدن اللي بيتعمل بيه الترصيص لان كثافته عاليه، فاقل كميه منه بتعمل وزن كبير، فتقدر تستخدم قطع صغيره تتلزق على الجنط وتاخد وزن كبير من غير ما تاخد مساحه، وده بيبقى شكل الرصاص قبل ما يتلزق على الجنط. الترصيص بقى بيتم ازاي؟ يلا بينا نشوف. الراجل بيفك الجنط بالكاوتش من العربيه ويدخلهم على الجهاز. الجهاز بيبدا يلف الكاوتش كذا مره، فبيحس باختلاف الوزن في انهي منطقه في الجنط وبيعلم لك عليها، وبيقول لك الاختلاف ده قد ايه، فبتحط لها الرصاص المناسب ليها. وبعد ما تخلص بيجرب، لو الجهاز لقى الوزن اتظبط فبيقول لك ان الترصيص كده تمام، لكن لو لسه ما اتظبطش فبيقول لك المشكله فين. الميزه بقى في الجهاز اللي عند الزملوط هنا انه بيرصص بالليزر، يعني بيحط لك شعاع ليزر على الجنط انت بتوسطن فيه الرصاص عشان تتاكد ان الوزن اتحط في مكانه صح 100%. في بقى تركايه مهمه جدا في موضوع الترصيص ده عرفناها في مركز الزملوط. الجهاز بتاع الترصيص ده لازم يتعمل له كاليبريشن او معايره كل فتره عشان تتاكد ان القرايات اللي هو بيطلعها دي مظبوطه، لان انت ساعات ممكن ترصص عند حد ويكون الجهاز بتاعه مش متعاير مظبوط وباين قدامك ان العجله اترصصت والدنيا تمام، وتطلع تجرب على الطريق تلاقي الدركسيون بتاعك بيترج. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو، واكتب لي في الكومنتات عن اي مصطلحات في العربيات انت مش عارف معناها وانا هشرحها لك.